بگشتی دولتا ترک د چارچوبه قرکرنا گل کرد و همو گلن هرمه ده سیاستن خواه این دجبر دو دومینه جه پشگیری داعشه و کومن وکی و بگره و حتی بجهکرنا سرچتین وان لهرمن داگرکری میناک هری زندی آل برچوانه جه داگرکرنا عفرین سرکانیه گری سپی و گوهرتنا دموگرافیک کلوان هرمان تکرین بگره و حتی طباران روزانه یا لدجی گوندن باکور رجالات سوریه هر وها هدف گرتنا سیویلان و ریوبرین هرمی کو به بالافرن بمرو لدجی گلی باکور رجالات سوریه پکتینه اف حموسو جن که دولت ترک پکتینه لدجی یاسا و پیمان ناف دولتینه گف وریشن دولت ترک ان لدجی گلی کرد تجاری سینوردار نبونه لبله همو سینور درباز کرنه اف یک جکرین نوی ان لدجی مافن مروان لباکور رجالات سوریه و لدر وی و هندری سینور خود جی پکتینه زلاله چند روز بری لیدجی خبرکارن را گهاندنه و سیاستمدارن کرد این لباکور کردستانه کوراستی وان آفاشیزانه اشکره دکرین اپراسیون دان دست بکرین و خستن گرتی گهاند بکراننا بالافرن بمرو و این شهر چه لباکور و رجالات سوریه چه جی لیدجی ازیدین لشنگاله و دورندن این باشر کردستانه روزانه دوه سدما مرین ولاتیان ده همان دمه ده سیاستمدار و پیشنگین گل کرد و گلندن دکن آرمانج و بویجی هموی یاسا و قانون ناف دولتی درباز دکن. دبن پیکرین و دربازکرین سروری خاک ولاتان ده بالافرن بمرو و این دولت ترک به 100 کیلومتر لدروی سینور خواه ولاتی و چالکوان سیاسی لشنگال و دورندن این باشر کردستان جی هدف دگره و بمباران دکه. پیره همه بیجه روزانه گند و باجاروکن باکور و جلات سوریه تو باران دکه. ده سری ده جی گفه ایریش نول ده جی هرمین ما این اولا کو بسات هزاران کشبرین هرمین دین این لسوریه هم بیز دکه. لالی دن جی کامپ نشته جبون این نجات پرست لهرمین داگر کری کو خلکن و این رسن بزوره هاتنه کشبرکرین آوا دکه. نهاجی هول دیده زده میلیونک پنابرن جو سوریه ین لجام خواه لوان هرمین داگر کری لشون آشانی این رسن هم بدار زوره هاتنا کوچ برکرین بجی بکه. حکومت AKP بوان کرین این خواه هموی اسا و قانون ناف دولتی بن پیدکه. هروها همو کرین این در مروی این لدجی ولاتی هم پکتینه. افگاهرتنا دموگرافیک هگر دوام بکه ده باندوره که نینی لروش مروی و اولکاری هرم بکه. ده همان دمه ده و وقتاندنه که مزند او ناکوکیه دناو جواک سوریه بگشتی ده چه بکه. اما که یکیتی رگهاندن آزاد سازی و دزگه چاپمنیه روزنامه‌وان و خبرکارن رگهاندنه وان کرین و ایریشن بردوام این دولت ترک کلدیج اراده گلمه آزاد بتوندی شرمزار دکن. ام همو کرین و سوجن دولت ترک آفاشیست جه دفگرتنا چالکوان سیاسی ولد پاريزن آزاد و برپرسن رفبری خسر بتا آوائی قبول ناکن. ام روزنامه‌وان و خبرکارن چاپمنیه ام باکور و رجالات سوریه جویر رادک هینن که ام جبو اشکره کرن سیاستن کرد این دولت ترک خباتن خواه دو قاد زده در بکن. ام هر دم و لهر داره دنگ خواه آزادی خواز بن. ام تقصد بیجن ده اراده اما تجاری سسنه به. اف کرن و ایریشن وان ده تجاری مدوری برپرسیاری و ارکن من لهمبری گل من اخه. ام سازدن حوالن خواهن روزنامه‌وان انجبو و گسنا راستیا گلی ما ده هر شرط و مرجان ده تکوشین کرن و جان خواه فدا کرن ام خطوان بدامینن و ببین دنگ و اراده راست آجواکی. لسروی اساسی جی ام بانگ لروزنامه‌وان خبرکار و سازین رگهاندنه همو ازن شورشگر و دموکراتیک ان جهان دکن که به یک دستی لدجیریشن دولت ترک لکلک دوزا گلی ما به همو پک هاتین و بسکنن. روزنامه‌وان باکور و جلات سوریه. بيان إلى الرأي العام استمرارا لحملة الإبادة التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي ضد الشعب الكردي وشعوب المنطقة قاطبة من تقديم الدعم لداعش والمجموعات المرتزقة الأخرى وإيواء متزعمي داعش في المناطق المحتلة خير دليل على ذلك وصولا لاحتلال عفرين وسريكانية وقريسبي والتغيير الديمغرافي الذي يطال تلك المناطق والقصف اليومي الذي يطال المواطنين في قرى وبلدات شمال وشرق سوريا يعتبر انتهاكا واضحا من قبل دولة الاحتلال التركي للقوانين والمواثيق الدولية. لم تقف تهديدات دولة الاحتلال التركي وهجماتها ضد الشعب الكردي في حدود معينة
بل تجاوزت كل الحدود، وتستمر الانتهاكات الفاضحة من قبلها ضد حقوق الإنسان سواء في شمال وشرق سوريا أو حتى داخل حدودها، حيث أقدمت الحكومة التركية قبل أيام بحملة اعتقالات وهجمات طالت الصحفيين والإعلاميين والسياسيين الكرد ممن دافعوا عن الحقيقة وفضحوا ممارسات الدولة التركية الفاشية من الاستهداف المستمر بالطائرات المسيرة والحربية سواء ضد مناطق شمال وشرق سوريا أو ضد الأيزيديين في شنغال والمناطق الأخرى من جنوب كردستان، والتي تودي بحياة الوطنيين كل يوم. ويتم استهداف الناشطين السياسيين وقيادي الشعب الكردي والشعوب الأخرى دون اعتبار لأي قوانين أو مواثيق دولية، بانتهاك واضح لسيادة وحدود الدول. تستهدف مسيرات الدولة التركية وبعمق مئات الكيلومترات خارج حدودها كل من السياسيين والوطنيين من أبناء شعبنا في الشنغال وعموم جنوب كردستان، إلى جانب استمرار القصف شبه اليومي لقرى وبلدات في شمال وشرق سوريا. وتزامنا مع تلك الهجمات ما تزال الدولة الاحتلال التركي تهدد بهجوم جديد على مناطقنا الآمنة التي غدت ملجأ لمئات الآلاف من النازحين في مختلف المناطق السورية. ومن جانب آخر ما تزال الدولة التركية مستمرة في بناء المستوطنات في المناطق المحتلة من سوريا وعلى أراضٍ هجرت أصحابها الحقيقيين قسرا، وتعمل على توطين أكثر من 1,000,000 لاجئ سوري على أراضي المهجرين قسرا. إن حكومة العدالة والتنمية تنتهك جميع المواثيق الدولية الخاصة بحماية المواطنين من خلال ممارساتها اللا أخلاقية الآنفة الذكر، وما تقوم به من تغيير ديمغرافي سيؤثر سلبا على الوضع الإنساني وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة، وسيخلق شرخا عميقا في المجتمع السوري بشكل عام. إننا في اتحاد الإعلام الحر والمؤسسات والوسائل الإعلامية والإعلاميين والصحفيين في شمال وشرق سوريا ندين ونستنكر بأشد العبارات كل التهديدات التي توجهها الدولة التركية ضد مناطقنا وإرادة شعبنا الحرة، ونرفض كافة الممارسات والهجمات الفاشية التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي من استهداف الناشطين السياسيين والوطنيين الأحرار ومسؤولي الإدارة الذاتية الديمقراطية. ونعلن نحن الصحفيين والإعلاميين في شمال وشرق سوريا بأننا سنضاعف جهودنا في تعرية السياسات القذرة التي تنتهجها الدولة التركية ضد وطننا، وسنكون كما كنا دائما صوت شعبنا والشعوب التواقة إلى الحرية في كل مكان. ونؤكد بأن عزيمتنا لن تلين ولن تحيدنا عن هذه التهديدات والهجمات الشرسة عن مسؤوليتنا وواجبنا تجاه شعبنا وشعوب المنطقة في نقل الحقيقة وتمثيل إرادتهم والدفاع عن حقوقهم في كل الظروف. ونعاهد زملائنا الإعلاميين الذين لم يبخلوا بتقديم حياتهم في سبيل نقل الحقيقة إلى الشعب في أصعب الظروف بأننا سنكمل المسيرة لنكون الصوت الحقيقي للمجتمع وإرادته الحرة. لذا نناشد الصحفيين والإعلاميين والوسائل الإعلامية وكافة القوى الثورية والديمقراطية في العالم بالوقوف إلى جانبنا ورص الصفوف في وجه الهجمات التركية المعادية لشعبنا بكافة مكوناته. الصحفيين والإعلاميين في شمال وشرق سوريا 23/6/2022.